انتوا شايفين كده يا جماعه. بص هو العرض ده وبص العرض ده، ما شاء الله عليهم. مم. يعني كده السنتي ب 10 جنيه كده يعتبر ان السنتي بتاعه كده جمله جدا. جمله جدا. لكن ده لو قطعه، اه فاهم، ده لو قطعه سنتي بتاعه ما يقلش عن 12 13 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه معاكم احمد شويبس واحمد السكندري. طبعا كلنا عارفين احمد من المرات اللي فاتت، وجايب لنا بقى احجام احجام حاجه جامبو جامبو. خالص. تقفل بقه ده شرس شويه. ليه؟ ده شرس شويه. ده شرس شويه. ده عادي جدا. طبعا احنا قعدنا فترة من المرة اللي فاتت. كنت انت قايل اسعار بتاع دوت اسعار تماسيح. التماسيح. امم طبعا كان معانا تماسيح صغيرة من معانا 45 سنتي. 45 سم. طيب احكي لنا بقى التماسيح بتبقى بتتعرض ازاي او بتتباع ازاي، او يعني الحساب بتاعها بيبقى عامل ازاي، بالحجم ولا مثلا بالحجم. بالوزن بص ولا السنتي التماسيح بتتحسب بالسنتي. بالسنتي؟ السنتي بتاع التمساح بيتحسب ب 10 جنيه، من اول 8 لحد 12، بس هو المتراوح بتاعه 10 جنيه. 10 جنيه لو التمساح خاسس. السنتي. لو السنتي بالسنتي. يعني احنا دلوقتي يعني بسم حاجة الله زي ما دي شاء كده الله حوالي كده. متر وعشرين. بصوا يا جماعة، هو هيعمل حاجة. بصوا يا جماعة، تمساح زي ما انتم شايفين كده. يعني احنا كده السنتي بتاعه السنتي بتاعه 10 من جنيه 10 ل 12 ل 8، حسب ايه، حسب صحته وحسب كثافته وكده. حسب صحته فاهمني؟ يعني وحسب لا، لو سنته. خاسس، لو اه التمساح خاسس تبقى السنتي بتاعه 8 جنيه. انا شايف ان انت يعني مبستر بقه، واللي اه معايا انت مش قافله. ده هادي. يعني انت مضحي بيا ولا ايه؟ لا ده هادي خالص، ده ما يعملش اي حاجة ده ما بيعملش اي حاجة. خالص. لكن ده، ده شرس شوية. طب ده لا شر شوية. طب انت ده لو عمل هيعمل ايه يعني؟ بيعور. يعني يعور. بيعور وممكن يفتح ايد. والله. فاهمني؟ بس هو مع الوقت بيهدى. يعني انت لو اه كتر الشيل في الزواحف بالذات اه بتهدى، والتماسيح بتعرف صاحبها جدا. التماسيح يعني بتعرف انت عايز صاحبها تقول لي جدا. مثلا ان ده تربية مثلا ده تربية حوت، ده كان جاي حوت. صغير. يعني تربية بيت زي ما بيقولوا. ده تربية حوت. و... وده ده برضه تربية حوت. وده بس ده برضه كان تربية حوت. بيتمسك يعني. ده اه كان بيتمسك كده. وده اخد على بيتساب. الشيلة واخد على البنات. ده كان محطوط في الحوض، ما كانش بيتمسك يعني. يعني كنت بتديله مثلا عيشة اللي هي مثلا زي عيش كان زي طبيعته. البرية كده. قاعد بياكل وقاعد في اه المية بس. اه ده كان بيطلع وكان بيلعب وكان بيروح حفلات وكان بيطلع شوات وكده، فده واخد على الشيل. وفي ناس اه بتتصور بيه وكده، بيطلع تصوير، فده واخد على واخد على الشيل. البني واخد ادمين. على البني ادمين يعني جدا. ممكن التمساح يتروض على التمساح يتراود جدا، البني التمساح ادمين. بيعرف صاحبه. وتعرف تظبط له مواعيد اكله، ويعرف مواعيد اكله لوحدها، ويشوفك اما داخل يطلع لك الحته بتاعت الاكل، يعرف ان انت هتاكله. يعني احنا نقدر التماسيح نقول ذكيه جدا. التمساح زي الكلب كده؟ مش لدرجه ذكاء الكلب، بس تمساح لا انا ويعني. بتكلم ان هو يعرف صاحبه، ان هو يعني ما اه يأذيهوش، ان هو ما بص، يعتبر التمساح والورل يعتبروا دول اذكى، يعني ايه، التمساح والورل والضب يعتبروا اذكى سحفين، مم. او اذكى نوع في السحالي عامه. يعرف صاحبه يعرفوا صاحبهم، ويروح له. والورلات بتعرف صاحبهم وبتهدى. يعرف صاحبه ويروح له اه ويتعود عليه وبتهدى جدا. يعني احنا ممكن نربي مثلا تمساح. وعلى فكره في ناس كتير عندها احجام اكبر من دي، يعني ده كده يعتبر اه حجم متوسط. ده كده الحجم ده كده المتوسط. الحجم المتوسط. يعني احنا مثلا اي تمساح في يعني مهما كان كبير بس اهم حاجه بيتقاس. يكون تربيه حوض. اه التمساح الصيد بيبقى سعره اقل. تمساح الصيد بيتباع بالحته. اشمعنى بقى؟ بيجي معظم التماسيح الصيد بتيجي صايمه وما بتاكلش. اه غير كده في حاجه اسمها صيد سناره. صيد السناره ده بيجي تعبان، يجي معدته من جوه بتبقى مفتوحه وكده، بينزل دم، ممكن يقعد مده ويموت. شوية صغيرين يعني حاجه ويموت. زي دي كده او حاجه زي دي، لو ده صيد ممكن يعملوا في حدود 500 600 جنيه. 500 600 جنيه كده. سعر رخيص ولا غالي يا ابو كده سعر حميد؟ رخيص جدا. كده سعر كده رخيص. السنتي فيه مش محصل 5 جنيه 6 جنيه. اه ليه؟ انت بتاخده انت وحظك. اكل معاك يبقى زي الفل، تبدا تهديه. ما اه اكلش بقى ايه. معدته بقى مفتوحة مش صيد مفتوحة. السنار بيه بتبقى المعادن اه اللي من جوه بتبقى بايظه خالص. طب ومكان الصيد بتاعه؟ مكان الصيد بتاع اسوان عند السد. أسوان. ده بيجوا من اسوان عند السد. أسوان عند السد. دول كانوا جايين برضه من اسوان، بس كانوا جايين بقى ايه اللي هو الفأس الصغير خالص. الفأس الصغير ده خالص. ده تكبير الحوض. اه ده كده طيب. قاعد في الحوض وكمان. طب احنا مثلا عشان انا مثلا ما اعرفش الاسعار مثلا، يعني واحد مثلا زي ده كده بيعمل له مثلا كده كام؟ ده يتقاس بالسنتي بقى، فاهمني، يتقاس بالسنتي بتاعه. مثلا ده حدود متر وعشرين ولا حاجة. امم بتقيس ضربة مثلا في 12. امم متر وعشرين في 12 يعملوا في حدود 1800 جنيه.
1800. 1800 اه يعني. ممكن تعمل له 1.5. تمساح زي ده كده يعمل له من طبعا. طب انا بقى يعني احنا عايزين في قناة نجاح بالحدود يعني احنا دايما بنقدم بقى ايه الاسعار اللي اقل، لان دوت بيبقى زي عملية تجارة للناس، وانت فاهم طبعا، فاهم قصدي. وانت طبعا بعت طبعا لناس كتير. طبعا احمد السكندري كان معانا الحلقات اللي فاتت، وطبعا هيورينا طبعا حاجات تانية، وهننزله طبعا حلقات اكتر من كده بكتير. واحمد السكندري دايما بيدينا الاسعار اللي الناس تاكل فيها عيش يعني انت طبعا مثلا لو واحد مثلا للهواة عايز او تمساح كده. وده عايز حاجه. يعني انا قصدي اقول السنتي ب 10 جنيه دوت السعر الجمله ولا لو سعر ب 10 جنيه البياع؟ كحجم ده امم يعتبر ان السعر ده كويس جدا. ده لو قطع السنتي بتاعه ما يقلش عن 12 13 جنيه. انت شايف زي بطنه بسم الله ما شاء الله. التمساح الخاصه بيبقى عرض بطنها لحد هنا بس. امم الزيادات اللي في الجنب دي ما بتبقاش موجوده. امم تاخده كده بيبقى شكله ايه؟ زي ما خاسس أوي. انتوا شايفين كده يا جماعه. يعني بص أهو. العرض ده وبص العرض ده ما شاء الله عليهم. امم يعني كده السنتي ب 10 جنيه كده يعتبر ان السنتي بتاعه كده جمله جدا. جمله جدا. لكن ده لو قطعه اه فاهم، ده لو قطعه السنتي بتاعه ما يقلش عن 12 13 جنيه 12 13 جنيه. بالظبط. يبقى كده السعر الجمله. طبعا هو طبعا على حسب حجمه، حسب على صحته، حسب كل حاجه حسب على صحتها. حسب صحته، على حسب كل حاجه. لكن احنا بنقوله ان احمد دايما في قناه نجاح بلا حدود دايما بيطلع الاسعار اللي الناس تاكل فيها عيش. طبعا مفيش سعر ثابت طبعا للتماسيح دي حاجة لان مش ديت بالحجم. والنهارده كنا بنوريكم التماسيح، وان شاء الله الحلقه الجايه هنوريكم حاجه تانية برضو علشان خاطر احنا بنتكلم طبعا للهواة والناس اللي طبعا بتفتح زي محلات واللي هم التجار. وطبعا الفأس عشان الناس كتير تسأل عن الفأس. الفأس الصغير. الفأس بيطلع في الموسم في حدود شهر 6 شهر 7 شهر بعد 6 رمضان. شهر 6 شهر 7. بيبدأ الفأس بتاعه. طب الفأس ده برضو بقى بيتباع بالسنتي ولا بيتباع لا بالواحد؟ الفأس بيتباع بالحتة. الحتة بتبقى حدود 150 جنيه. يعني 150 جنيه يعني عشان ده طبعا بيبقى صغير. بيبقى صغير بيبقى حدود 20 سم. ما عندناش احنا حاجه دلوقتي ده مش من الموسم الفأس بس الصغير. فاهمني. ده مش الموسم بتاعه. لو في دلوقتي فأس يبقى ده تقزم، يبقى ده كده بقى تعبان ما بيكبرش. ما بيكبرش، بيبقى ليه موسم معين ليه علشان موسم خاطر معين. تضمن في ان ناس هو بتطلب في ناس بتطلب هيعيش معاك. صغير بره الموسم، فيقول لك لا، يقول لك حد مثلا عنده صغير فده بيبقى تعبان، ده مش الموسم بتاعه. ده بيبقى تعبان ما كبرش عند صاحبه. ما كبرش عند صاحبه عشان ما حدش مثلا ايه يروح مثلا يشتري صغير. لا وتلاقيه ما الصغير بره بيكبرش. الموسم محدش يشتريه. تلاقيه ما بيكبرش طبعا في الاخر ما بيموت. لا ما بيموتش، ممكن يعيش كتير قوي. ده بيجي مرض الزواحف اسمه تقزم. هو بالنسبه للتمساح كده يا ابو حميد، ده هو كده عنده قد ايه؟ ده كده عنده 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. والتمساح عمره يوصل لغايه ايه؟ لا ما شاء الله كتير. لا التمساح من الحيوانات المعمره جدا. زي مثلا الزحليفه والحاجات دي. التماسيح عمرها معمره قوي. طبعا النهارده يا جماعه كان معاكم احمد السكندري واحمد شويبس، وطبعا يا رب نكون استفدنا من الحلقه بتاعت النهارده. وطبعا كان معاكم احمد شويبس احمد السكندري من قناه نجاح بلا حدود. ما تنسوش لايك سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا لا مفيش حروب، لا لا مفيش حروب. Vamos, vamos, tá, come on,